ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وصحة وسلامة يا رب. تعالوا بقى نعمل مع بعض اسهل عصير مش هيحتاج مننا غير شوية مية وشوية سكر، ويبقى جاهز معانا احلى عصير في الدنيا. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة تشوفوني تابعوني على قناتي حيرة طبخ، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الجمال اللي احنا شايفينه ده مع بعض ازاي. عندي بقى زهرة الكركديه اللي كلنا عارفينها زي ما احنا شايفين كده. بنجيبها من مكان يكون نظيف، يعني تكون الشجرة اللي احنا بنجيب منها كده الراجل بيجيب وبيقفلها عشان ما تبقاش مطربة. طيب جت مطربة معانا هنعمل ايه؟ هنغسلها كويس جدا ونحطها على صينية مفرودة في الفرن وننشفها من وقت للتاني، نقلبها كده مش هتاخد معانا وقت خالص. تمام كده. اول ما تنشف معايا هبتدي اجيب المطحنة بتاعة الخلاط الصغيرة زي ما احنا شايفين، وهبتدي افرمها فيها. هجيب بقى مصفى صغيرة، هنزل النعمة والخشنة هرجعها تاني في الكبة بتاعتي، افرمها تاني عشان اخد بودر ناعم زي ما احنا شايفين كده. هو كده بقى جاهز معانا وحلو جدا. هجيب بقى كمية من السكر، انا الكمية دي تقريبا كانت 3 كوبايات من السكر. عايزين نقلل براحتنا، عايزين نزود، بس كل ما نزود كمية العصير هتزيد معانا. بعد ما اقلبهم بقى كويس جدا، هجيب بقى شوية من المية وهنزل معلقة بمعلقة، يعني هنزل بمعلقة مية وهبتدي اقلب. مش هحط المعلقة التانية الا لما يعني تكون المية دابت معايا عشان اوصل لدرجة اللون اللي انا عايزاه. شايفين؟ ما بياخدش معايا وقت ولا مجهود، وبسم الله ما شاء الله. شايفين القمر اللي وصلنا له؟ حاجة كده جميلة وتحفة ومن الاخر. لو حابين نزود مزازة العصير ممكن ان احنا نزوده نص معلقة من ملح الليمون، هيبقى برضو كويس معانا. هو كده كان حلو جدا جدا جدا، لونه وشكله وقوامه كان جميل. انا بقى حطيته هنا في اكياس تلاجة زي ما احنا شايفين. حابين بقى ان احنا نحطه في علبة، مثلا علبة تلاجة، في برطمان، اي حاجة مفيش مشكلة. انا حطيته في اكياس زي ما انتم شايفين، وهحطه في التلاجة عادي. انا بقى سبت الشوية اللي انتم شايفينهم دول عشان خاطر اعملهم عصير قدامكم كده ونشوف قوامه وشكله ولونه عاملين ازاي. بصوا هما معلقتين مش اكتر من كده. هنزل عليهم بقى بلتر من المية وهدوبهم بقى فيه كده، وهزود كمية السكر دي على حسب الرغبة. طبعا احنا عارفين ان العناب او الكركديه بياخد كمية سكر كبيرة شوية. انا الكمية دي حطيت لها 3 معالق من السكر وكانت مظبوطة جدا جدا. طبعا لازم اصفيه عشان لو في اي شوايب من البودرة بتاعتي او الكركديه بتاعتي يبقى العصير معايا زي ما انتم شايفين كده، يعني صافي زي ما احنا شايفين. وكان من الاخر الطعم واللون حكاية. وكل سنة وانتم طيبين.